المشار إليه. وقال لك بقى في حالات تسوية النزاع عن الحالات الفحص المستندي اللي هو بيكون موجود معاك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، بيتم انهاء اصل المنازع بسداد اصل دين الضريبة المستحق عن الفترة كاملا خلال 3 اشهر من تاريخ تقديم طلب تسوية المنازعة. وفي الحالة دي يتم التجاوز عن مقابل التأخير بالكامل او الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية كالمبالغ المستحقة وفقا للمادة 87 مقرر، ودي اللي هي المستحقة عن الفترة محل النزاع، وبترتب على السداد انقضاء المنازعة. يعني حضرتك بتسدد الضريبة بس، وبيشيل لك كمان مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، بس بشكل مهم جدا إن يكون ده فحص مستندي. يعني حضرتك معاك دفاتر وسجلات محاسبية، وتكون طبعا مقدم الإقرار بتاعك منتظم. إجراء تسوية المنازعات زي ما وريتها لكم قبل كده على صفحة الفيسبوك، ادي اهو تاني حاططها لك، ان هو بيقوم المكلف بطلب انهاء المنازعة على البوابة الإلكترونية للمصلحة عملا بالتعليمات اللي هي 90 سنة 2025 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وعلى النموذج دوت اللي هو نموذج 1 تيسيرات. وإجراء تسوية المنازعات بيقوم بإختار قانون كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سيرة لجنة الطعن، وده في خلال 30 يوم من تاريخ تقديم طلب التسوية، وده على النموذج رقم 3 تيسيرات. وكمان بيعمل لو في محكمة أو لجنة مختصة بحسب الأحوال هيقوم بإيقاف نظر المنازعة مدة 3 شهور تبدأ بعد انتهاء 5 أيام من تاريخ عرض الطلب على رئيس المحكمة أو اللجنة المختصة. وساعتها بقى بتقوم المأمورية المختصة بتحديد محرر إثبات تسوية المنازعات على النموذج رقم 5 اللي هو المشار إليه، وده في حالة إجراء التسوية للفترات اللي تم فحصها. يعني انت حضرتك لو لجنة طعن أو حتى محكمة أو في لجنة داخلية، ممكن إن أنت تقدم طلب إنهاء منازعات اللي على أساسه بتقوم بالتصالح مع المأمورية، وبتدفع 140% زي ما قلنا قبل كده لو فحص تقديري، أو 100% من الضريبة لو إن أنت هتعمل الخاص بيك اللي هو الفحص المستندي، أو 130% لو أنت في حالة اللاشيء. هنيجي بعد كده لإجراء تسوية المنازعات. بتقوم المأمورية المختصة بتحضير محضر إثبات تسوية المنازعات على النموذج رقم 6 تيسيرات، وده في حالة إجراء التسوية الفترات اللي تم فحصها على أساس وجود دفاتر أو سجلات محاسبية منتظمة وفقا لأحكام 5. وكمان بتقوم المأمورية المختصة برضه بتحرير محضر إثبات تسوية المنازعة على النماذج رقم 7 تيسيرات، وده في حالة تسوية الضريبة المستحقة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية. يعني أنت في حالة التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف الأوراق المالية بتقدم محضر نموذج على رقم 7 تيسيرات، وده وفقا لأحكام المادة 7 من القانون. وكمان بعد ما تقوم المأمورية بإجراء التسوية على النحو السالف بيانه، بتقوم باختيار الجهة المنظور أمامها منازعة بنتيجة بحث طلب تسوية النزاع، وده من خلال نموذج رقم 4 تيسيرات. وقال لك في خلال التعليمات التنفيذية اللي هي رقم 17 سنة 2025 اللي هي فترة اللي قبل 2020 وفترة بعدها، المنظورة أمام لجنة إنهاء المنازعات وحددت ما يتعين اتخاذ حياله من الإجراءات، حيث قررت أنه بالنسبة للطعون المنظورة أمام لجنة إنهاء المنازعات واللي بيشتمل نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة على أكثر من فترة ضريبية بعضها قبل 1/1/2020 والآخر بعدها، بيحق للممول المكلف الاستفادة من نص المادتين 4 و5 من قانون 5 سنة 2025 عن الفترات ما قبل 1/1/2020 خلال تقديم طلب تسوية المنازعات وفقا للقانون. يعني حضرتك بمنتهى البساطة لو انت في جزئية من المنازعات مع مأمورية الضرائب ما قبل 1/1/2020 اللي هو تاريخ العمل بالقانون دوت، وما بعد 2020 حضرتك ممكن ان انت تاخد عن السنين السابقة مع 2020 وتعملها وفقا لنص المادتين 4 و5 من قانون 5 سنة 2025 وتطلب إنهاء المنازعة عن الفترات السابقة. طيب لو قام الممول باسترداد خلال المدة المشار إليه، بتقضي اللجنة أو المحكمة المختصة بانتهاء المنازعة بقوة القانون، وكده المنازعة خلاص كان لم تكن وتم وقوفها خالص. وبتقدر الإشارة لوجوب قيام المأمورية المختصة باختيار اللجنة والمحكمة بنظر إنهاء النظر المنازعة بقيام الممول بسداد القسط الأول في حالة الفحص التقديري وعدم إجراء الإخطار لحين سداد كامل الأقساط. يعني حضرتك بمجرد إن أنت سددت القسط الأول من الأقساط في حالة المراجعة اللي احنا قلنا إن أنت ممكن تسدده على 3 أقساط،
بمجرد القسط الأول اللي أنت سددته بيتم إنهاء المنازعة بالكامل، وفي حالة تخلف الممول عن سداد باقي الأقساط بيتم اتخاذ إجراءات التحصيل المقررة قانونا. بس بالنسبة للمحكمة أنت خلاص أنهيت المنازعة أو لجان الطعن، أنت بقى بيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، إنما أنت مطالب بباقي الأقساط، إنما مش إن أنت هترجع للمحكمة تاني. طيب بالنسبة بقى للتصرفات العقارية، المادة 7 من القانون 5 سنة 2025 حافظ ضريبي بشأن الضرائب المستحقة على حالات التصرفات العقارية أو تصرف الأوراق المالية، أتاحت ليه إن هو إمكانية سداد الضريبة المستحقة على التصرف مقابل تجاوز عن 100% من مقابل التأخير. بس مهم جدا إن يسدد الضريبة دي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، يعني يسدد قبل تاريخ 14/8/2025، وبيستوي في ذلك ان يتقدم الشخص بطلب محاسبه طوعيه او بناء على اختار من المصلحه. يعني حتى لو مصلحه اختارت حضرتك بتتساوى في الاثنين عادي خالص، وبتدفع 100% من مقابل الضريبه بدون اي غرامات. ده وفقا لما تضمنته التعليمات التنفيذيه رقم 17 سنه 2025، وده هو الطلب المحاسبه عن ضريبه التصرفات العقاريه، وده من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بخصوص التعليمات 90 لسنة 2025. وبتعين التأكيد لأن العبرة بتاريخ التصرف في العقار وليس بتاريخ تسجيل البيع. مهم جدا، يعني لو حضرتك مسجل العقار في 2021 إنما مسجل تاريخ البيع في الشهر العقاري في 2024، لا، هو بيعتبر بتاريخ 2020 هو تاريخ العقد وليس تاريخ اختاره او البيع في الشهر العقاري، طالما تاريخ التصرف ده لا يتجاوز ال5 سنوات السابقة على العمل بالقانون المشار إليه، وتحققت الاستفادة المقررة بنص المادة متى تم السداد خلال 6 أشهر. وبيتم التأكيد على أن يكون الشخص القائم بالتصرف خاضع لضريبة المرتبات، لا يسقط الحق في التمتع بالميزة المشار إليه. يعني لو هو الشخص ده مثلا شغال في شركة أو حاجة وخاضع لضريبة المرتبات، لأن أغلب الناس اللي بيشتغلوا في الشركات أو في أي جهة بيكون خاضع لضريبة المرتبات، ده ما بيسقطش منه الحق في الميزة إن هو بعدم مزاولة النشاط الخاضع لضريبة الدخل اللي هو التصرف الصناعي. إنما أهم حاجة إنه يكون عدم مزاولة نشاطه خاضع لضريبة الدخل، اللي هو سواء نشاط صناعي أو تجاري أو مهني، بيكسب صفة الممول هنا صفة التاجر اللي بيمارس النشاط على وجه الاحتراف ومن ثم يلتزم بالالتزامات التي يفرضها القانون الضريبي. هنا خرج بره الجزئية اللي هو 100% من ضريبة التصرفات العقارية، انه هنا اصبح في حكم التاجر، ان لو هو بياخد بس بيدفع ضريبة مرتبات ده لا يسقط الحق في التمتع بالميزة دي. وكمان بأسر الحافز المقرر على هذه التصرفات ولم يكن هناك منازعة بشأن الضريبة المستحقة على التصرف، بيقدم الممول لتقدم طلب محاسبة عن ضريبة التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة على النموذج السالف الإشارة إليه خلال 6 أشهر. وكمان بيحق الممول الاستفادة من النص المشار إليه لو كانت الضريبة المستحقة على التصرف محل النزاع في أي مرحلة من مراحل النزاع. أما بقى إذا كان التصرف في عقار أو في أوراق مالية غير مقيدة بالبورصة مر على التصرف ده مدة تجاوزت 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه فلا تجوز المحاسبة. يعني لو حضرتك عملت تصرف عقاري قبل 5 سنين من تاريخ القانون، انت كده خلاص مفيش عليك اي ضريبة من ضرائب التصرفات العقارية، لان انت هنا بقوة القانون اللي هو رقم 5 سنة 2025 خرجت بره الجزئية دي. طيب، وحددت التعليمات التنفيذية ان التصرف اللي مضى عليه 5 سنوات ولم يتصل علم المصلحة بها او اتصل علم المصلحة ولم تقم باتخاذ اجراء قانوني بشأن مطالبة بالضريبة المستحقة عليه بيخرج بره الجزئية دي. وكمان اوضحت انه حال المحاسبة عن هذه التصرفات وسداد الضريبة المستحقة قبل العمل بقانون 5 وما قامش بسداد التأخير طبقا لأحكام القانون 16 سنة 2020 حال توافر نطاق تطبيقه، ثم تطبق المادة 45 مقرر المضافة لقانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون 7 سنة 2025. ودي كنا ذكرناها في قلنا قبل كده في الفيديو الخاص بالتعليمات التنفيذية اللي هو 17 سنة 2025. وقال لك ان لا يجوز استرداد ما سبق سداده اللي هو المادة 8 في حالة تسوية المنازعات، وبسداد ضريبة عن الفترة محل التسوية بيجاوز المبلغ اللي أسفرت عليه التسوية، فإنه لا يجوز له المطالبة باسترداد الفرق بين المبلغين
نزولا على صراحة نص المادة. الحوافز بقى بالنسبة للفصل الثاني اللي هو الحوافز والتيسيرات الضريبية، المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ده من ضمن قانون 6 لسنة 2025. وعندنا قانون 6 اللي هو قانون 6 لسنة 2025 بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم عملها السنوي 20 مليون جنيه. قال لك ايه؟ قال لك بالنسبة للجزئية ديت، قال لك ان صدرت التعليمات والحوافز بموقع قانون 6، يعني أن تاريخ العمل بهذا القانون هو 1/3/2025. مهم جدا ان انت تبقى عارف الجزئية ديت. قال لك ان القانون كمان هيتم اعتبارا من اول الشهر التالي بتاريخ نشر، اي ان تاريخ العمل بهذا القانون هو 1/3/2025. بيخضع لهذا القانون كافة المشروعات التي لا يتجاوز حجم عملها السنوي 20 مليون جنيه، وبتتطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون في ذلك الأنشطة المهنية. يعني دلوقتي حضرتك لو أنت محاسب قانوني أو مهندس أو أي مهني أو دكتور، أنت داخل من ضمن القانون وتقدر تستفاد بيه في تاريخ العمل بهذا القانون هو 1/3/2025. وعلى ذلك فإن جانب الإجراء الموصل لأحكام الاستفادة من هذا القانون ضرورة تقديم منشأة طلب الاستفادة المأمورية، علما بأن تلك الحوافز والتيسيرات تشمل الضريبة على الدخل والضريبة كمان على القيمة المضافة. بالنسبة للمادة الثانية، المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب من واقع، هتسجل ازاي؟ هتسجل من واقع بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع، أو من واقع آخر إقرار ضريبي قدمته اللي هو في 1/3/2025. خد بالك من الإقرار الضريبي اللي أنت قدمته في 1/3/2025، أو من خلال البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني. وده بيبقى أكتر الجزئية التالتة ديت للناس اللي هم لسه موجودات، اللي ما قدمش عن السنة اللي فاتت لأن هو لسه مؤسس جديد. طيب المشروعات اللي بتسجل لدى مصلحة الضرائب اللي هي من اعتبارا من 1/3/2025 هيبقى من واقع بيانات الإقرار اللي بيقدمه مشروع عن أول فترة بعد التسجيل، واللي بيقصد به الإفادة اللي بيتقدم بها الممول، أو من واقع البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني. شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات ان هو يكون ملتزم بتقديم الاقرارات الضريبيه في موعدها، وان هو يكون كمان منضم لمنظومه الفاتوره الالكترونيه لمصلحه الضرائب، وان هو يقدر يصدر الفواتير او الايصالات الالكترونيه. طيب بالنسبه بقى للتسري ليه لا تسري عليه احكام القانون، اللي هي انشطه الاستشارات المهنيه اللي بتحقق 90% على الاقل من حجم عملها السنوي. يعني لو انت حضرتك عندك شخص واحد بس كمهني بيحقق 90% من حجم عملك السنوي، ما بتخشش من ضمن القانون دوت. والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وقع حق، بيشمل ذلك إيه؟ إن هو يقوم بتقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي لذلك. إن هو حط النشاط على أكتر من شركة مثلا ومفيش مبرر اقتصادي للموضوع ده، بيقع عبء إثبات ذلك على المصلحة. المصلحة ساعتها لو أثبتت هذا الموضوع بتخرج بره القانون دوت. وكمان لا يجوز لك إن أنت تخرج بره المشروع عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي 5 سنوات بتبدأ من اليوم التالي لتاريخ طلب الاستفادة. المعاملة الضريبية دي ده وفقا لنص المادة 6 من القانون، اللي هي المادة 6 معانا، وهيأتيك من رسم تنمية الموارد المالية، وكمان رسوم التوثيق والشهر العقاري لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية، وكمان هيأتيك من رسوم التوثيق والشهر لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات. يعني لو انت حضرتك كشركة أو منشأة فردية أو whatever كان القانون بتاعك ايه وانت مسجل في قانون 6، لو انت جيت قمت بعمل إجراءات التوثيق الخاصة بالشهر العقاري وتسجيل الأراضي الخاصة بيك عشان تعمل مشروع، بيعفيك من رسوم التوثيق، وكمان بيعفيك من الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن انتصار في أصول. يعني لو حضرتك في أي أصل بعته أنت معفي من الضريبة عليه لمدة ال5 سنين اللي هي الفترة الخاصة بالقانون بتاعك. وكمان هيعفيك من الضريبة على توزيعات الأرباح، ودي احنا بنتكلم على جزئية الشركات، ان هو لو في توزيع للأرباح للأفراد للشركاء اللي موجودين في الشركة بيعفيك. جه هنا قال لك بقى بالنسبة للنسب اللي هيتم عملها في القانون، قال لك أقل من 500,000 هيدفع 4% من حجم الأعمال، لو من 500,000 لحد 2 مليون 5/10%،
لو من 2 مليون لحد 3 مليون 75%، لو من 3 مليون لحد 10 مليون 1%، لو من 10 مليون لحد 20 مليون هيدفع 1.5% من حجم الأعمال. طيب هنيجي للجزئية التانية. قال لك القانون بيسمح للمشروع الخاضع لأحكامه أن لا يزيد حجم الأعمال خلال 5 سنوات التالية لتقديم طلب الاستفادة لمرة واحدة فقط وبما لا يجاوز 20%. يعني بنتكلم على 4 مليون فوق ال 20 مليون، يعني انت لو حضرتك تجاوزت 24 مليون جنيه بتخرج بره الاستفادة من القانون. أو كمان لو تكررت الزيادة لأكتر من مرة خلال ال5 سنوات التالية في تقديم طلب الاستفادة فتنتهي الاستفادة المشروع من القانون ده. وفي الحالة دي بيتم المحاسبة الضريبية. بقى نرجع للقانون الأصلي اللي هو قانون ضريبة الدخل 91 سنة 2005، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون ضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد، وقانون الإجراءات الضريبية الواحد اللي هو 206. قال لك بقى المواد من 11 ل 13 المشروعات لا تخضع لأحكام هذا القانون، ما بيخضعش لنظام الخصم أو حتى الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة. يعني انت لو حضرتك مسجل في القانون مفيش حد يخصم عليك او ان انت حتى تدفع دفعات مقدمة. وكمان يكون المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل، يعني هيكون لك إقرار ضريبي مستقل بعيدا عن الإقرارات الضريبية المعروفة بالنسبة لقانون 91 سنة 2005 ولحد نهاية مارس للشخص الطبيعي، ومن أول يناير لحد نهاية إبريل للشخص الاعتباري. وكمان الإقرارات الضريبية على القيمة المضافة هيتم تقديم 3 إقرار ضريبي كل 3 شهور بس من خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة. بالنسبة بقى لضريبة المرتبات هيقتصر الالتزام من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على إقرار التسويق السنوي فقط لا غير. يعني حضرتك مش مطالب بتقديم الإقرار المرتبات كل شهر، مطالب بس بتقديم الإقرار السنوي. وهيكون الفحص بالإقراءات ديت بعد مضي 5 سنين من تاريخ طلب الاستفادة. وكمان بتعفي المشروعات لأحكام هذا القانون إمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وهيلتزم بس بنظام مبسط للسجلات والدفاتر والمستندات. هيصدر بقى وزير المالية قرارات لازمة تنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر، اللي هو بنتكلم على اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وألغى المواد 85 و 86 و 87 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالنسبة للناس اللي مسجلة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو كده لغى المواد، بس حضرتك طبعا بتقدم الإقرار الضريبي عن السنة اللي فاتت مشروعات صغيرة ومتوسطة. وبالنسبة للسنة الجديدة خلاص انت كده مش هتقدم على التيسيرات الخاصة بيه. لو عايز هتقدم تبع قانون 6 وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو كده أخلى جزئية النسب بتاعتك من قانون ضريبة الدخل. فأنت كده حضرتك لو عايز تكمل في التيسيرات اللي أنت كنت ماشي فيها قبل كده هتسجل في قانون 6 سنة 2025. وكمان قال لك إيه، والحين انتهاء مدة هذه الإعفاءات، وده للحفاظ على المراكز القانونية لاكتسابات هذه المشروعات في ظل القانون. طبعا قال لك إيه مهم جدا بالنسبة للمسجلين ان هو استمرار المشروعات المسجلة بجهاز تنمية المشروعات قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 6 سنة 2025 والتي لا يتجاوز حجم عملها 20 مليون جنيه. بالنسبة بقى للاستفسارات كان في أكتر من استفسار إن هو مدى التزام الممول المنضمين لأحكام قانون 6 بشأن الحوافز. قال لك المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد قال لك ان الالتزام باعتماد القانون الضريبي يقتصر بس على قرار ضريبة الدخل المنصوص عليه ببند ج. قال لك فيه هل هيتم تقديم من جانب المشروعات المسجلة بقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. قال لك لا مفيش طلب وهيتم نقل الفئة على طول إلى مظنة القانون رقم 6 سنة 2025 بشكل تلقائي. يعني حضرتك لو في طلب هيتم تقديم من جانب المشروعات الصغيرة وقانون المشروعات وانتهاءات الصغر على طول هيتم انضمامك لقانون 6 لسنة 2025. بس حضرتك طبعا بتروح مأمورية الضرائب عشان تتأكد ان انت دخلت تبع مظلة القانون رقم 6 سنة 2025. وقال لك لو في طلب تقديمه من جانب الممولين المسجلين مصلحة الضرائب بقانون 6 هيكون في طلبات هتبقى موجودة، ودي هننزلها ان شاء الله مع بعض بإذن الله. قال لك هل يوجد تأثير على سريان المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2025 بعد صدور القانون؟ قال لك مفيش أي تأثير لأن ديت الصادر فيه 15/6/23 وبيعمر به اعتبارا من اليوم التالي. وحيث أن نص المادتين رقم 93 و 94 من القانون رقم 152 لسنة 2020
كان ساريا ومعمول بهما في تاريخ العمل بقانون رقم 30 سنة 2023. هتظل المادة الثالثة مفعلة وسارية بالنسبة للحالات المخاطبة بأحكامها بالنسبة للناس اللي هم مطالبين، اللي هو الفحص الخاص بيه لحد 15/6/2023 هيبقى مطالب بيه عادي خالص، لأن احنا القانون بتاعنا بيتكلم على 2025 في خلال فترة ال5 سنين. بس انت ممكن تستفاد بأحكام المادة 3 في قانون 30 بالنسبة لحالات الفحص بتاعتك عادي خالص، مفيش مشكلة خالص. طيب، هل المشروع المخاطب بأحكام القانون رقم 6 سنة 2025 مطالب بتقديم نموذج السداد الشهري لضرورة الأجور والمرتبات؟ لأ، لأن احنا زي ما اتكلمنا قبل كده إن هو بيقدم الإقرار بس تسوية سنوية مصحوبا بسداد الضريبة حال رغبتها في ذلك. قالك بقى بالنسبة للقانون 7 اللي هو قانون الإجراءات الضريبية، قالك صدر قانون 7 المنشور بالعدد رقم 6 مقرر ومعمول به باعتبار من اليوم التالي، وده بس جاي لحل المشكلات اللي بتواجه الممولين. وقال لك واتضم فيه قانون 7 قال لك فيه المادة 45 مقرر والمادة 75 مقرر والمادة 75 مقرر ألف. في 45 مقرر في سبيل التخلف على الممولين أو المكلفين في حالات اللي يتجاوز فيها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الدين، الأمر الذي يمثل عبء. قال لك إيه؟ قال لك لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهو ما يعني أنه حال بلوغ مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية مبلغا مساويا لأصل الدين لا يجوز أن يزيد هذا المبلغ عن أي كان الفترة الضريبية المستحقة عنه. وبيصل نصف المادة المشار إليه على كافة القانون الضريبية. طب قال لك في تساؤل هنا حول حكم المادة المشار إليه، هل سيطبق على فترات الضريبية التالية فقط على صدران قانون 7 سنة 2025؟ التعليمات التنفيذية اللي هي 17 سنة 25 أكدت إن هيتم تطبيق القانون على كافة الفترات الضريبية سواء السابقة على القانون أو التالية. يعني لو حضرتك في فحص أنت قمت بيه والفحص ده المقابل التأخير والضريبة الإضافية تجاوز عن 100% من مقابل من الضريبة، لا هيتم الرجوع ل 100% بس فقط من أصل الدين اللي تم مثلا الاتفاق عليه مع المأمورية. وأشارت التعليمات الإجراء الواجب اتخاذه في ضوء النص المشار إليه يتعين على الوحدات المختصة بالمصلحة إعداد تسويات جديدة وتتضمن احتساب مقابل التأخير والضريبة الإضافية. المادة 75 مقرر قال لك إيه؟ تضمنت هذه المادة الأحكام الخاصة بالتصالح في المخالفات التي لا تتضمن مستحقات ضريبية مثل المخالفات المنصوص عليها في البند د من المادة 69 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، واللي أشارت إلى عدد المواد التي تتضمن مخالفات بدون مستحقات ضريبية مثل المواد 6 و8 و7 و8 و9 و11 من القانون المذكور. والتصالح في هذه المخالفات يتم تطبيق نص المادة 18 مقرر من قانون الإجراءات الضريبية إجراءات الجنائية، والتي أشار إليها قرار وزير العدل اللي هو رقم 2225 سنة 2021. وكمان اتكلم على سبيل المثال حال تقديم الإقرار صفري خلال 60 يوم التالية لانقضاء الميعاد القانون كان يتعين التصالح ليه ب 16600 جنيه، تقريبا تلت الحد الأقصى للغرامة وهو 50,000 جنيه، وده قبل رفع الدعوة الجنائية. أما بعد رفع الدعوة فيتعين سداد 33200 جنيه تقريبا، وهو سدس الحد الأقصى للغرامة. بالنسبة 60 يوم 666,000 نزل ل 113. قال لك بالنسبة للمبالغ دي إن هي مبالغ كبيرة جدا حال سداد هذه المخالفات. في الحالة ديت وفقا لنص المادة 75 التصالح هيتم تقديم الإقرار بدون ضريبة خلال 60 يوم التالية لانتهاء ميعاد القانون. التصالح قبل رفع الدعوة الجنائية التعويض اللي هو كان 16,600 هيبقى من 1500 ل 6000 فقط. والتصالح بعد رفع الدعوة قبل صدور حكم بات اللي هو 333,000 من 3000 إلى هيبقى من 3000 ل 9000 جنيه. والتصالح بعد صدور حكم بات في الدعوة هيبقى من 12 لحد 50,000. بالنسبة بقى لتقديم الإقرار الضريبي للتصالح قبل رفع الدعوة الجنائية هيبقى من 25,000 ل 100,000. والتصالح بعد رفع الدعوة قبل صدور حكم بات هيبقى من 50,000 ل 150,000. والتصالح بعد صدور حكم بات في الدعوة من 200,000 ل 2 مليون جنيه.
وبيتبين من الجدول الفرق الكبير ما بين كان عليه ما قبل التصالح قبل إضافة المادة 75 مقرر وما تضمنته هذه المادة من قبل التصالح. فهنا قالك إن هو تصالح كده جاء بالتعديل بإضافة المادة 75 مقرر ألف، واللي عاد التصالح إلى ما كان عليه قبل صدور القانون 206 سنة 2025 هتصالح بنسبة 12.5% من قيمة المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها. بالنسبة بقى للفصل الرابع اللي هو الحوافز والتيسيرات التنفيذية والإجرائية، قالك إيه بقى؟ أول حاجة هيتم تفعيل منظومة المقاصة المركزية والتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقا لأولويات المستثمر. وقالك كمان تبسيط وزيادة فعالية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة وتحسينها. وكمان هيرفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة اللي يصبح 30 مليون بدل من 15 مليون، وجري إصدار قرار وزاري ولحد الآن مطلعش قرار الوزاري دوت. وهيحسن كمان منظومة إصدار الفتاوى الضريبية الصادرة عن قطاع البحوث الضريبية، إنه هيوحد الفتاوى الضريبية. الفتاوى الضريبية اللي إحنا بنقدمها على الجروب الخاص بالمراجع المصري على فيسبوك، قالك هيتم توحيد الفتاوى ديت لعدم إصدار فتاوى متعارضة مع ضمان التسهيل للمستثمرين، وكمان إعداد أدلة من المبادئ المتعارف عليه لتكون مرجع لكل أطراف المنظومة الضريبية. يعني أطراف المنظومة الضريبية سواء المحاسب القانوني أو الممول أو بالنسبة للمأمور الضرائب، إن هيكون في مبادئ متعارف عليها لتكون مرجعا، وخصوصا مثلا زي الجزئية الخاصة بالمقاولات، إن في أجزاء كتيرة جدا خاصة بالبحوث الضريبية ما بين ال 14 و 5%، فدي هتكون حاجة كويسة جدا. وإن هو هيحول لجنة الرأي المسبق المشكلة بقرار من رئيس المصلحة لوحدة دائمة تتبع رئيس مصلحة الضرائب، وهيعمل مستوى إعداد الدراسة ومستوى المراجعة ومستوى الاعتماد لضمان الجودة. وكمان هيقوم بزيادة فعالية الدور اللي بتقوم بيه وحدة دعم المستثمرين عن طريق التحول في نظام العمل داخل الوحدة لنظام مميكن وتزويد الوحدة بعدد كافة العناصر الفنية. حاولوا يبسطوا القرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كافة المراكز الضريبية، والنشر المسبق للحد الأدنى للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، وإلغاء القرارات غير المؤيدة مستنديا بشكل مرحلي. هتبقى القرارات كلها منتظمة، وذلك للإقرارات الضريبية العام 2025 بالنسبة للأشخاص الاعتبارية. أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وده هيكون بغرض تطبيق نظام الفحص بالعينة على كافة الإقرارات وتخفيف أعباء الفحص والقضاء على أي تقديرات جزافية أو تباين في وجهات النظر. وهيهتم بالعنصر البشري عن طريق إقرار نظام تقييم وتقييم محافظ للعاملين، دي خاصة بجزئية العاملين والمصلحة، وإعداد أدلة إرشادية للفحص وإصدار أدلة إرشادية تضمن حقوق وواجبات المستثمرين. المرفقات دي هسيبها لكم ان شاء الله اخر الفيديو باذن الله. وده بالنسبه للماده العلميه اللي كانت اتعملت فيه خاصه بالحوافز والتيسيرات الضريبيه الحزمه الاولى، وان شاء الله هنتابع مع بعض كل جديد باذن الله بالنسبه للجزئيه دي. ولو في اي سؤال هتلاقونا معاكم دايما اول. وفي النهايه ما تنسوناش من لايك وشير وسبسكرايب لو انتوا على صفحه المراجع المصري على الفيسبوك او على اليوتيوب، عشان نبعت لكم كل جديد اول باول باذن الله. السلام عليكم.